حجة الوداع أول وآخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده اتسمت بحجة الوداع. في العام 10 للهجرة تجهز النبي صلى الله عليه وسلم عشان يؤدي فريضة الحج، ودع الناس وقال: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 مسلم، وعلمهم إزاي يؤدوا الحج، وكان ييسر عليهم أداء المناسك. وفي يوم عرفة من العام ده نزلت الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمان في اليوم ده خطب صلى الله عليه وسلم على المسلمين الخطبة المشهورة خطبة الوداع، ووصاهم فيها التأكيد على حرمة الدماء والأموال والوصية بالنساء والتأكيد على الأخوة بين المسلمين، وذكرهم بأنه ترك فيهم شيئين إن تمسك المسلمون بهما فلن يضلوا أبدا: كتاب الله القرآن الكريم وسنة نبيه. وبعد انتهاء المناسك رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وبعدها بفترة قصيرة توفي صلى الله عليه وسلم. ولو استفدتوا من الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب وشاركوا الفيديو مع الباقي عشان الكل يستفيد.